السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة الحمام البلدي أرحب بكم أصدقائي وحبايب قلبي. أتمنى إن فيديوهاتي تنول إعجابكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. هتكلم النهاردة على زيادة الإنتاج وسرعة تكبير الزغاليل في أسرع وقت ممكن. في حاجة لو حطيناها على خلطة الحمام هتخلي الحمام يجي معاك بسرعة. هعرفكم دلوقتي الطريقة ايه هي. هنجيب 15 كيلو خلطة حمام عبارة عن فول وذور اصفر وذور عويجة وغلة وبسلة، ودي كده خلطة حمام جبارة ملهاش حل. بس هنضيف عليها حاجة مهمة، هنجيب 5 كيلو علف تسمين ونضيفهم على 15 كيلو خلطة ونقلبهم تقليب كويس. وتابع الزغاليل بعد كده كام يوم هتلاقيها كبرت وجيت معاكم بسرعة رهيبة. لازم تتابع الحمام وتهتم بيه باستمرار عشان تستفاد منه وتعبك ما يروحش على الفاضي، وربنا يرزق الجميع ويبارك ليه في الحمام بتاعه. ويا سلام بقى لو تضيف على الخلطة ديت كيس ملح، هيخلي الحمام ما يبطلش شغل عندك بإذن الله. بعد كده تقلبه تقليبة حلوة. وبعد كده تحط منه للحمام على 10-15 يوم بإذن الله تلاقي الزغاليل بتاعتك بقت حجمها حلو جدا. وأهم حاجة وانت بتحط المية لازم تغيرها كل يوم، تغير المية كل يوم. وانت بتغير المية لازم كل يوم تحط ليمونة على المية، لأن الليمون مهم جدا للحمام. ويا سلام بقى لو ضفت على الخلطة ديت والملح والحاجات ديت شوية جير على الخلطة دي. الجير دي كالسيوم قوي جدا للحمام وبالذات للنتر، تخليها ما تبطلش بيض، والبيض يطلع قشرته جامدة كده وكويسة ويطلع زغاليل صحتها حلوة بإذن الله. مهم جدا الجير يا جماعة، بينظف الحمام من الميكروبات وبيشيل اي حشرات في الاكل، حتى لو في فول مسوس ولا حاجة بيقضي عليها. وكمان الصدف دوت يا جماعة مهم جدا جدا، بيخلي الحمام صحته كويسة. دي كده خلطة جبارة ملهاش حل، تخلي الحمام بتاعك صحته قوية وفي الانتاج ملوش حل والله يا جماعة عن تجربة. الحمام على الطبيعة اهوت وهو بياكل الخلطة الجبارة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حمام ملوش حل، ربنا يبارك. لو عملتوا الخلطة ديت مش هتندموا والله وهتدعولي. ربنا يبارك لكم يا رب. وهوريكم دلوقتي حجم الزغاليل اللي بتاكل الخلطة الجبارة دي اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، دي الانتاج بتاعي من بعد ما عملت الخلطة الجبارة دي. والحمام الحمد لله صحته كويسة جدا
والإنتاج مستمر والزيادة إن شاء الله بفضل الله. اهو ده حجم الزغاليل بتاعة الحمام اهو.